السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء طلبة الصف الثاني الثانوي أزهر وعام، أهلا بكم مع مادة الفيزياء ومستر هاني عاشور. إن شاء الله هناخد مع بعض مادة الفيزياء المنهج الجديد 2026 اللي لسه نازل من يومين. إن شاء الله بإذن الله مع بعض هنحل من جميع المصادر، هنقول جميع الأفكار اللي ممكن تقابلك في جميع الكتب الخارجية. إن شاء الله مع بعض هنوصل لمرحلة مرضية جدا للجميع في مادة الفيزياء. هي مادة تأسيس ومادة مهمة جدا للي جاي. إن شاء الله بإذن الله مع بعض نوصل للي احنا عايزينه، وهيا بنا نبدأ فيزياء الصف الثاني الثانوي. بسم الله. أنا عندي أول فصل نازل لك اللي هو فصل القياس الفيزيائي، وده كان أول حاجة في سنة أولى ثانوي. طيب القياس الفيزيائي احنا هنعرف القياس وهنعرف عناصر عملية القياس وهنتكلم عن الوحدات المعيارية، وإن شاء الله لو كان في عمر وبقية في المحاضرة الأولى هنتكلم عن صيغة الأبعاد. طيب الجزء الأول بس هو كلام يعني تعريفات ومصطلحات والكلام ده. فإن شاء الله مع بعض هنبدأ نقول إيه هو تعريف القياس، إيه هي عناصر عملية القياس، وبعدين ندخل على واحدة واحدة من العناصر اللي هي كميات الفيزيائية وأدوات القياس ووحدة القياس. طيب إيه بقى تعريف القياس الفيزيائي قبل ما أجيب الوايت بورد اللي هو السبورة الثانية؟ القياس الفيزيائي هو عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة من نفس نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية. بمعنى أنت عندك فصل فعايز تقيس طول الفصل ده قد إيه، عايز تقيس طول الفصل ده قد إيه، فهتروح جايب اللي هو الشريط المتري او المتر وتبدا تقيس طول الفصل. تمام. طيب ايه المعلوم بالنسبه لك؟ المعلوم بالنسبه لي اللي هو الشريط المتري، ان ده عندي متر او 2 متر او 5 متر. ايه المجهول بالنسبه لك؟ اللي هو طول الحائط اللي انا عايز اقيسه. فانا بعمل ايه؟ بروح جايب المتر واروح جاري وابدا اقيس اللي هو الايه؟ اللي هو الطول بتاع الحائط، واشوف هيديني كام متر اللي هو الايه؟ الطول بتاعي. تمام. هنا بالنسبه لي انا عملت ايه؟ قارنت كميه مجهوله اللي هو طول الحائط بكميه معلومه اللي هو المتر، علشان اعرف اللي هي الكميه المجهوله اللي هي الحائط فيها كام متر من الايه؟ من الشريط المتري. طيب ايه بقى عناصر عمليه القياس؟ عندي ثلاث حاجات اللي هو الكميات الفيزيائيه الاول، وبعدين ادوات القياس، وبعدين وحدات الايه؟ القياس. طيب تعالوا ما نشوف كده. اول حاجه ايه هو تعريف عمليه القياس؟ عمليه القياس هو عمليه مقارنه كميه مجهوله بكميه اخرى من نوعها. تمام كده؟ اللي هي بتسمى وحده الايه؟ القياس، يعني معرفه بوحده القياس لمعرفه عدد مرات احتواء الاولى على الايه؟ على الثانيه. طيب بيقول لك هنا ايه اهميه عمليه القياس؟ طبعا اهميه عمليه القياس بيحول المشاهدات اليوميه الى حقائق عمليه بالنسبه لك. تمام كده؟ انا شفت حاجه فانا عايز اشوف يعني ايه، اشوف الحاجه دي بتتكلم عن ايه، او الحاجه دي مثلا طولها ايه، او الحاجه دي وزنها ايه، فبالتالي بروح لعمليه الايه؟ القياس. ايه عناصر عمليه القياس؟ عناصر عمليه القياس عندي الكميات الفيزيائيه وادوات القياس ووحدات القياس. طيب تعال لما نتكلم عن الكميات الفيزيائيه. ايه الكميات الفيزيائيه؟ عندي نوعين من الكميات الفيزيائيه. هنا النوعين بتوع الكميات الفيزيائيه، عندي كميات فيزيائيه اساسيه، وعندي كميات فيزيائيه مشتقه. مع بعض كده بالراحه. كميات فيزيائيه اساسيه تعرف بذاتها، لا تحتاج الى كميات فيزيائيه اخرى تعرف بدلالتها. تمام؟ يعني هي حاجه معرفه بذاتها، حاجه معرفه بنفسها. ما بحب يعني ايه؟ ما بروحش لحاجه تانية عشان اعرفها بيها. تمام؟ فدي حاجه اساسيه بالنسبه لي. طيب ايه هم 3 حاجات اوعى تنساهم. ركز كده. انت واقف تمام، طولك اول حاجه، كتلتك تاني حاجه، ساعتك اللي هو الزمن تالت حاجه. يبقى انا عندي 3 حاجات اوعى تنساهم بقى، اللي هي الكميات الاساسيه. عندي 3 حاجات بالنسبه ليك انت وانت واقف كده: طولك، كتلتك، زمنك. يبقى انا عندي ال3 كميات الفيزيائيه الاساسيه اللي هي عندي الطول والكتله والزمن. فهنا يبقى انا عندي الكميات الفيزيائيه اللي هي اساسيه بتعرف بذاتها، لا تحتاج لكميات فيزيائيه اخرى تعرف بدلالتها. قلت لك كده عشان ما تنساش، ودي حاجه اساسيه بالنسبه لك وانت واقف كده: طولك، وبعدين ميزان كتلتك، يعني تمام، كتلتك مش وزنك، لا كتلتك، وبعدين بعد كده ايه؟ ساعتك اللي هو الزمن. تمام. طيب ده كده بالنسبه للكميات الفيزيائيه الايه؟ الاساسيه. اما الكميات الفيزيائيه المشتقه
هي كميات بتعرف بدلاله الاساسيه. انت الحاجات دي عدت عليك كتعريفات قبل كده، تمام؟ يبقى هنا كميات فيزيائيه بتعرف بدلاله الايه؟ الكميات الفيزيائيه الايه؟ الكميات المشتقه هي كميات تعرف بدلاله الكميات الفيزيائيه الاساسيه. زي ايه؟ زي عندك بقى السرعه، العجله، تمام؟ القوه، الكثافه، الحجم، المساحه. اقول لك على حاجه، يعني اي حاجه غير الثلاثه دول، اي حاجه غير الطول والكتله والزمن يبقى كميه فيزيائيه مشتقه وبتعرف بدلاله الثلاثه الاساسيين. هقول لك على حاجه بقى علشان خاطر ما تتلخبطش مني. الطول لو قلت لك طول او عرض او ارتفاع او مسافه او ازاحه او نص قطر، كل ده واحد كطول. ركز كده تاني عشان لما اجي اقول لك بعد كده يا استاذنا انت قلت لنا ان انا عندي اي حاجه غير الطول والكتله والزمن يبقى كميه فيزيائيه مشتقه. وجيت انا قلت لك المسافه، ما هي المسافه طول. طب العرض، ما هو العرض طول. الارتفاع طول. نص القطر بتاع الدايره طول. يبقى دي كلها تبع الطول، تمام كده؟ وانا هحتاج بعدين في صيغه الابعاد. طب تمام، يبقى انا كده عندي الكميات الفيزيائيه حاجتين، كميات فيزيائيه اساسيه وكميات فيزيائيه مشتقه. الكميات الفيزيائيه الاساسيه اللي هي بتعرف بذاتها زي الطول والكتله والزمن. كميات فيزيائيه مشتقه بتعرف بدلالات الكميات الفيزيائيه الايه؟ الاساسيه اللي هي اي حاجه غير الثلاثه اللي هم الاساسيين، اللي هو بقى عندي مساحه، عندي حجم، عندي كثافه، عندي اللي هو ايه؟ القوه، وعندي العجله والكلام ده. طيب بعد كده هنروح للوحدات الفيزيائيه اللي هي الوحدات بقى، وحدات القياس. طيب قبل وحدات القياس عشان الترتيب بتاعنا ادوات القياس، تعال بص ركز كده. هنا بيقول لك بقى يمكن تصنيف الكميات الفيزيائيه حسب الاشتقاق الى كميات فيزيائيه اللي هي اساسيه وكميات فيزيائيه ايه؟ مشتقه. طيب وهنا ده طبعا الفرق ما بين الاثنين. انا عندي ده طبعا اللي هي المشتقه ودي الكميات الفيزيائيه الايه؟ الاساسيه. او هنا بص الاساسيه ودي الايه؟ المشتقه. اي حاجه غير الثلاثه الاساسيين زي ما احنا قلنا تبقى دي ايه؟ اساسيه. طيب هنا خلي التكامل دلوقتي. هنا بيقول لي بقى ادوات القياس. عندي ادوات القياس قديما ايه اللي كان بيحصل؟ قديما اللي هو الانسان القديم كان بيستخدم اجزاء جسمه في عمليه القياس. يعني كان بيستخدم اجزاء من جسمه في عمليه القياس. زي ايه؟ زي الكف اللي هو كف اليد، تمام كده؟ اللي احنا بنسميه الشبر يعني. طيب عندك مثلا زي القدم، تمام؟ وكان الذراع دي كله ايه؟ ده كلها كانت ادوات قياس قديمه قبل ظهور بقى المتر والمسطره والكلام ده كله. دي كانت ايه؟ ادوات قياس قديمه. يبقى قديما كان الانسان القديم يستخدم اجزاء من جسمه كاداه لمقياس او لقياس مين؟ الطول. زي ايه؟ قلنا كف اليد، قلنا القدم، تمام كده؟ قلنا ايه تاني؟ قلنا اللي هو الذراع اللي هو برضو ده للطول. طيب بالنسبه بقى للزمن كان بيقيس ايه؟ شروق وغروب الشمس. يعني شروق او غروب ده اول ما المغرب يأذن تبص تلاقي خلاص الشمس حصل لها عمليه غروب. الصبح تمام كده الشمس بتبدا ايه؟ شروق. تمام. طيب يبقى انا عندي هنا كان بيستخدم شروق وغروب الشمس لمعرفه الوقت. طب ازاي بقى النهار؟ بص كانت في ناس بتعرفها بعمليه ان الشمس بتكون فين بالظبط. يعني بص تلاقي في ناس كده عندهم خبره في الحاجات دي، ما بيلبسش ساعه خالص، وبص تلاقي قاعد كده وبيبص على الايه؟ على الحيطه كده، فبيشوف الشمس في انهي جزء من الحائط بالظبط وفي انهي جزء من الشارع اللي هو فيه، فيعرف الساعه كام. ده كده ايه؟ شروق وغروب الشمس لمعرفه مين؟ لمعرفه اللي هو الوقت. طيب حديثا عندي ادوات قياس الطول. عندي ايه بقى في ادوات قياس الطول؟ عندي المسطره المدرجه، تمام؟ ده بتقيس بها طول قلم او طول كتاب. طيب عندي مثلا الشريط المتري. لو انت عندك قطعه ارض وعايز تقيسها، تقيس المساحه بتاعتها الطول والعرض بالشريط المتري. عندك فصل او اوضه عايز تقيس الطول بتاعها بالشريط المتري. دي اداه مناسبه ليها. طيب عندي بقى في القدمه ذات الورانيه، دي اداه قياس. القدمه ذات الورانيه بتستخدم كاداه لقياس. قال لك بص بقى ركز عشان في حته هنا جزئيه مهمه عشان لما تيجي تختار. لقياس الاطوال الصغيره بدقه عاليه. في بص قال لك ايه؟ الصغيره بس بدقه عاليه. زي ايه؟ قال لك مثلا مثل قطر قلم، اي بقى قلم رصاص
او قطر كره معدنيه، البليه كره معدنيه، دي مين؟ دي القدمه ذات الورانيه. طيب عندي اخر حاجه الميكرومتر. ركز بقى عشان تعرف الفرق بين الاثنين، عشان في تكه بين الاثنين. الميكرومتر بيستخدم في قياس الاطوال الصغيره جدا. شفت بقى الفرق؟ دي صغيره بس ودي صغيره جدا. هاكد لك بقى، دي مثلا سمك ورقه شغال معاك، لو انت عندك ورقه كده بتاعت كراسه كده معاك، تقيسها ايه؟ تقيسها بالايه؟ بالميكرومتر. سمك ورقه او ايه تاني؟ او سمك سلك. لو انا عندي سلك ايه؟ سلك من النحاس وعايز اقيس السمك بتاعه، اجيب السمك بتاعه بقيسه بمين؟ بقيسه بالميكرومتر. دي ادوات قياس الطول. يبقى ادوات قياس الطول عندي المسطره المدرجه، الشريط المتري، عندي الميكرومتر، عندي القدمه ذات الايه؟ الورانيه. القدمه ذات الورانيه اطوال صغيره بدقه ايه؟ عاليه، قطر قلم او قطر كره معدنيه، تمام؟ اما الميكرومتر اطوال صغيره جدا بدقه عاليه برضو، بس بتبقى ايه؟ اللي هو ايه؟ سمك ورقه او سمك ايه؟ سلك. طيب تمام. عندي بقى من ادوات قياس برضو، عندي ادوات قياس الكتله. طيب ادوات قياس الكتله زي ايه؟ ادوات قياس الكتله اللي هو قال لك في عندي الميزان الروماني، تمام؟ اللي هو الميزان ابو رمانه ده، ميزان ابو رمانه، بيحط رمانه هنا كده وبيوزن هنا الحاجه اللي هو عاوز يوزنها. طبعا الميزان ابو رمانه ده او الميزان الروماني ممكن يقيس شوال بطاطس. يقول لك الاداه المناسبه لقياس شوال بطاطس، يبقى ايه؟ الميزان الروماني. ولكن الميزان الروماني الدقه بتاعته بتبقى ايه؟ في نسبه خطا عاليه. نسبه خطا عاليه اللي هو ايه؟ يعني ممكن مثلا 72 كيلو يحسبهم لك 70 بس، ما بيقدرش يجيبهم بالظبط، علشان خاطر الرمانه دي بتتحرك. الناس بقى اللي اتعاملت مع الميزان ده بتتحرك كل شرطه فيه 5 كيلو. طب قدر ان الشرطه دي جت في جزء بين الشرطتين، احسبها ازاي؟ فده الايه؟ المشكله. يبقى عندي الميزان الروماني، عندي الميزان ذو الكفتين، ذو الكفتين خضار وفاكهه، عندي الميزان اللي هو المعتاد برضو خضار وفاكهه، عندي الميزان ذو الكفه الواحده، ميزان ذو الكفه الواحده برضو بتاع الخضار والفاكهه. طب الميزان الرقمي اللي هو الديجيتال اللي هو الحساس ده ايه؟ ميزان لقياس الايه؟ الذهب. ده ادوات قياس مين؟ الكتله. طب ادوات قياس الزمن، عندي الساعه الرمليه، ساعه البندول اللي بتعتمد على مبدا حفظ الطاقه، وعندي الساعه اللي هي ساعه الايقاف فتره زمنيه معينه، وعندي اللي هي الساعه الحديثه اللي هي ساعه الايه؟ الساعه بتاعتنا اللي هي الساعه الرقميه. طيب تعال نجيب الحاجات دي سريعا كده عشان الحاجات دي عدت عليك قبل كده. بص كده معايا، ادوات قياس الطول عندي مسطره، شريط متري، قدمه ذات الورانيه، والميكرومتر. ادوات قياس الكتله الميزان الروماني اهو، ده الميزان الروماني، ده شكل الميزان الروماني، ودي الرمانه اللي هي بتتحرك كده وبتتحرك بين كل شرطه وشرطه 5 كيلو، وهنا بنعلق الايه؟ الحاجه اللي احنا عايزين نوزنها. الميزان ذو الكفتين اللي انت عارفه بتاع اللي هو الفكهاني او بتاع الخضار، والميزان ذو الكفه الواحده برضو عندك في البيت بتقيس بيه بتوزن عليه اي حاجه، والميزان الرقمي اللي هو الايه؟ العادي بالنسبه لي. وفي هنا حاجه خاصه منه اللي هو الميزان الايه؟ الحساس اللي هو الميزان الخاص بالايه؟ بالدهب. طيب عندي الزمن، قلنا ساعه رمليه عباره عن جزئين زي ما انت شايف كده، جزئين، الرمل بيبدا ينزل من فوق لتحت في فتره زمنيه معينه. طيب عندي ساعه البندول بتعتمد على مبدا حفظ الايه؟ حفظ الطاقه. يعني ايه حفظ الطاقه؟ طاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم. يعني هنا انا عندي البندول بيتحرك كده زي ما انت عارف، فهنا بالنسبه لي لو انا شديت البندول كده وعلقته بالشكل ده كده، انا خزنت طاقه وضع. سيبه بقى، هتبص تلاقيه رايح جاي معاك، يبقى انا كده حولت طاقه الوضع الى طاقه حركه. يبقى هنا بيعتمد على مبدا ايه؟ حفظ الايه؟ الطاقه. ساعه الايقاف لقياس اللي هي فتره زمنيه محدده. يعني لما اقول لك الاداه المستخدمه لقياس فتره زمنيه محدده يبقى ساعه الايقاف. اما الاداه المستخدمه اللي هو كاداه زمن، يعني بيعتمد فكره عملها على مبدا حفظ الطاقه، يبقى مين؟ ساعه الايه؟ ساعه البندول. طيب بالنسبه لساعه الايقاف فتره زمنيه محدده زي ايه؟ زي سقوط جسم سقوط حر. لو انت سبت جسم كده سقط سقوط حر من فوق لتحت كده في فتره زمنيه محدده بينزل الجسم فيها، يبقى ده نستخدم فيها ساعه الايقاف. عمليه السباق، سباق دراجات، سباق سيارات، سباق اللي هو اشخاص، دي كلها برضو ستوب ووتش. عندي بقى الساعه الرقميه اللي هي الحديثه اللي هي الساعه اللي هي الايه؟ الديجيتال بتاعنا. طيب بعد كده بقى ادوات قياس مين؟ احنا اتكلمنا عن ادوات قياس اللي هو الكتله، وادوات قياس الطول، وادوات قياس الايه؟ الزمن. طيب عندي بعد كده بعد الادوات قلنا في وحدات. لو انا عندي بقى بتكلم عن وحدات القياس، وحدات القياس هو مبدئيا اي كميه لازم يكون ليها تمييز عشان يكون ليها معنى. يعني اي كميه فيزيائيه بلا تمييز ليس لها ايه؟ ليس لها معنى. طيب بالنسبه لوحدات القياس عندي في وحدات القياس الاول
في 3 انظمه. ال3 انظمه بالنسبه لي انا هتكلم عن الكميات الفيزيائيه الاساسيه، دي الكميه، وعندي ده النظام اللي هو النظام الفرنسي، النظام الفرنسي اسمه نظام جاوس اهو، نظام جاوس. وعندي النظام اللي هو البريطاني، فرنسا وبريطانيا زي ما انتم عارفين، تاخدوا تاريخ بقى دلوقتي والدنيا ماشيه معاكم زي الفل، تاريخ نخليكم عارفين الكلام ده كويس. يبقى النظام الفرنسي والنظام البريطاني، وعندي النظام المتري. داخل فرنسا هتتعامل بالنظام الفرنسي اللي هو بقى، بص علشان اسهل لك الموضوع، انا عندي ال3 كميات اللي هم الاساسيه، عندي الطول وعندي الكتله وعندي الزمن. الطول والكتله والزمن. الطول النظام الفرنسي اللي هو نظام جاوس، انا بدلعه واقول له ايه؟ يا نظام يا سيمبل. تمشي معاك؟ سيمبل كيوت، حاجه صغيره، يعني الحاجات الوحدات الصغيره بتاعتك، يعني الطول الوحده الصغيره بتاعته سنتيمتر، الكتله جرام، الزمن ثانيه. ركز كده معايا، النظام الفرنسي النظام الكيوت اللي انا بقول لك عليه كله وحدات صغيره، والزمن في كل الانظمه ثانيه. يبقى كده خلصت الايه؟ خلص 3/4 الشغل. تاني كده، النظام الفرنسي اللي هو نظام السيمبل او الكيوت، هيبقى الطول بالنسبه لك هيبقى سنتيمتر، عندي الكتله جرام، عندي الزمن ثانيه. كمل بقى الزمن، ثانيه برضو هنا وثانيه هنا في النظام المتري ونظام الايه؟ طيب ده بالنسبه للزمن. طب عايز في النظام البريطاني، هو اللي هيفرق معاك بس سنه، يعني هيفرق معاك ايه؟ حاجه بسيطه. النظام البريطاني الطول القدم. طب الكتله باوند، بيقاس بوحده الباوند. طيب عندي النظام المتري، النظام المتري الطول متر، ما هو اسمه بقى متري، اللي هو لا تبع النظام الفرنسي ولا تبع النظام البريطاني. تمام؟ يبقى الطول بالمتر والكتله كيلو جرام. يعني انت عندك النظام المتري اللي هو بالنسبه للطول والكتله الحاجات الكبيره بتاعت النظام الفرنسي، اللي هي الوحدات الايه؟ الكبيره. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ لل3 انظمه اللي عندي. احنا قلنا النظام الفرنسي نظام كيوت، كلها وحدات صغيره، والزمن في جميع الانظمه حتى اللي جاي بالثانيه. طيب بعد كده، بعد الحرب العالميه الثانيه 1960 بدا يبقى في مشاكل، والناس عايزه تشتغل بصفه عامه، بدا يبقى في انفتاح اقتصادي على جميع الدول، فبدا يبقى هنا لازم يتحط اللي هو ايه؟ حاجات لكل الناس. ما ينفعش النظام الفرنسي يشتغل بالحاجات بتاعته والنظام البريطاني يشتغل بالحاجات بتاعته، وهنا يبقى هنا في مشكله. فلما اتجمعوا مع بعض قالوا احنا عايزين حاجه نتفق عليها كلنا، وكان النظام اللي هو الدولي للوحدات، النظام الدولي للوحدات. ركز كده معايا، هو النظام الدولي للوحدات، النظام الدولي بقى خد ال3 بتوع النظام المتري زي ما هم، وضاف لهم 4 تانيين. تاني كده، خد ال3 بتوع النظام المتري زي ما هم، الطول بالمتر والكتله بالكيلو جرام والزمن بالثانيه، وراح يضيف لهم 4 تانيين. ال4 التانيين 2 شده تيار وشده اضاءه ودرجه الحراره وكميه الماده، وراح جاي عامل نظام تاني كده، الكميه. تمام؟ وبعدين عندي الوحده. عندي الكميه بالنسبه لي هقول لك الطول والكتله والزمن، دول ال3 بتوع النظام المتري. خد ال3 بتوع النظام المتري ضاف لهم ايه بقى؟ شده التيار، وبعدين درجه او شده كمان، شده الايه؟ الاضاءه، وبعدين كميه الماده، وبعدين درجه الحراره. طيب الطول الوحده بتاعته متر، حلوه بتاعته دي. الكتله الوحده كيلو جرام. الزمن احنا قلنا بقى، هنقول تاني كله ثانيه. شده التيار امبير، شده الاضاءه كانديلا، ماشي، كانديلا. طيب كميه الماده مول، درجه الحراره كلفن. لازم تعوج لسانك كده يعني عشان تبان ان انت بتاع يعني مدارس دوليه انجلش. طيب يبقى هنا ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكميات الفيزيائيه بتاعت النظام الدولي.
3 بتوع النظام المتري وضاف لهم 4، 2 شده، شده اضاءه، شده تيار، وبعدين كميه الماده ودرجه الحراره. هقول لك على حاجه، الرمز بتاع ده متر ام، الكيلو جرام كي جي، ده الرمز كرمز. طيب اس ثانيه، امبير اي، سي دي مول، مول، وهنا كلفن كي كرمز. يعني احنا بنتعامل مع الثلاثه الاولانيين او الاربعه اللي فوق دول كرموز. طيب هو قال لك بقى بعد كده ضافوا كمان وحدتين، يعني بعد الشغل ده كله ضافوا كمان وحدتين. ايه هما الوحدتين؟ قال لك الزاويه المسطحه بس، اللي هي الزاويه اللي بين ضلعين، الزاويه المسطحه اللي هي الزاويه اللي بين ضلعين تبقى راديان، ده تبع النظام الدولي. يعني ضاف كمان اهو على جنب هنا كده. ثم اضيفت وحدتان، اللي هو الزاويه المسطحه تبقى راديان، والزاويه المسطحه اللي هي الزاويه اللي بين ايه؟ الزاويه اللي بين ضلعين كده، الزاويه المحصوره اللي بين ضلعين. لا الزاويه اللي بين ضلعين بس. لكن الزاويه المجسمه بقى اللي هي الزاويه ثلاثيه الابعاد، الزاويه المجسمه استراديان، استراديان. خد سكرين بس خلي بالك الاثنين دول تبع النظام الدولي. يبقى النظام الدولي خد الثلاثه بتوع النظام المتري وراح ضاف لهم 4، شده تيار، شده اضاءه، كميه الماده، درجه الحراره، وضاف وحدتين كمان، الزاويه المسطحه اللي هي الزاويه اللي بين ضلعين اللي هي راديان، والزاويه المجسمه اللي هي الاستراديان. على فكره الزاويه المجسمه بيبقى شكلها عامل كده في الايه اللي هي ثلاثيه الابعاد، يبقى شكلها عامل كده، هي الزاويه اللي في هرم مثلا، هرم ثلاثي الابعاد، يبقى اسمها الزاويه المجسمه، اسمها ايه؟ استراديان. هو طبعا هيجي يقول لك ايه؟ تقاس الزاويه المجسمه بوحده نقط. السؤال برضو يجي لك هنا بالنسبه لي هو بالنسبه للكتله، الكتله في النظام البريطاني تقاس بوحده الباوند، الكتله في النظام اللي هو الفرنسي تقاس بوحده الجرام، وهكذا. السؤال يجي ايه؟ يجي بالشكل ده كده. ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لوحدات الايه؟ وحدات القياس والنظام الدولي والثلاث انظمه اللي عندي. وانا قلت لك في الاول الزمن في كل الانظمه ثانيه، والنظام الفرنسي الكيوت السيمبل الجميل اللي هو عكس النظام الايه؟ عكس النظام المتري. عندي بقى حاجه اسمها الوحدات، الوحدات المعياريه. الوحدات المعياريه. صح يا ابني كده؟ حماده انت نمت ولا ايه؟ يبقى الوحدات الايه؟ المعياريه. ايه بقى الوحدات المعياريه؟ عندك الوحدات المعياريه يعني مثلا معيار الطول، الطول هو المتر العياري، المتر العياري. المتر العياري هو عباره عن علامتين. يعني انت عندك الاول بس عشان تفهم اللي انا هقوله دلوقتي، دي ساق من سبيكه البلاتين والإيريديوم، ساق تمام من سبيكه البلاتين والإيريديوم. الساق دي فيها حفره هنا كده وحفره هنا كده، بس المسافه بينهم 1 متر. يبقى المتر العياري هو المسافه بين علامتين محفورتين عند نهايتي سبيكه، عند نهايتي الساق من سبيكه البلاتين والإيريديوم، محفوظه في المكتب الدولي للموازين والمقاييس بالقرب من باريس، عند درجه حراره ايه؟ تقترب من الايه؟ من تاني كده تاني. يبقى لو انا هعرف هقول له ايه؟ هو المسافه، ما هو متر يعني مسافه، المسافه بين علامتين محفورتين عند نهايتي سبيكه، هي ساق من سبيكه، اهي ساق من سبيكه البلاتين والإيريديوم، تمام؟ محفوظه فين بقى؟ في المكتب، المكتب الدولي للمقاييس والموازين بالقرب من باريس. ليه بقى سبيكه البلاتين والإيريديوم؟ قال لك لانها مضاده للتآكل، يعني لا تتآكل، تمام كده، ولا تتأثر بالايه؟ بالعوامل الايه؟ المحيطه بها. يبقى هنا طبعا لو هي حصل لها عمليه تآكل هتيجي بقى ده المتر العياري ده اللي هو كل الناس بتروح هناك علشان يعني تشوف المتر بتاعها صح ولا لا. فبالتالي المتر العياري لازم يكون موجود بنفس المواصفات دي، عشان لما يبقى في عندي مشكله في القياس بتاعي اروح ايه؟ اعاير عليه، تمام كده؟ اروح ده كأن الستاندرد بتاعي اللي هو اللي انا بعاير عليه، اللي هو بشوف هل انا صح ولا غلط، تمام كده؟ ده بالنسبه للمتر العياري. عندي بقى معيار الكتله، يبقى الكيلو جرام العياري. معيار الكتله هيبقى الكيلو جرام، الكيلو جرام العياري.
طيب بما ان المتر العياري عباره عن المسافه بين علامتين محفورتين عند نهايتي ساق من سبيكه البلاتين والإيريديوم محفوظه في المكتب الدولي للموازين والمقاييس بالقرب من باريس، يبقى اذا الكيلو جرام اللي هو العياري هيبقى عباره عن ايه بقى؟ هيبقى عباره عن ايه الكيلو جرام العياري؟ هيبقى كتله اسطوانه، كتله بقى اسطوانه منين؟ من سبيكه البلاتين برضو، من سبيكه البلاتين برضو والإيريديوم، محفوظه في المكتب الدولي للموازين والمقاييس بالقرب من باريس. يعني انا عندي كتله الاسطوانه، بس الاسطوانه ديت يعني محدده الابعاد، ما ينفعش ايه بالشكل ده كده. فالاسطوانه دي من سبيكه برضو البلاتين والإيريديوم محفوظه في المكتب الدولي للموازين والمقاييس فين؟ بالقرب منين؟ من باريس. ده اسمه الكيلو جرام العياري، اللي هو برضو لو انا حصل عندي مشكله في الكيلو جرام بتاعي، في مشكله يعني الكيلو جرام يبقى 950 او 900 او 1050، بروح رايح على المكان ده وابدا اعاير الكيلو جرام بتاعي بالكيلو جرام اللي هو موجود في المنطقه دي. يبقى ده معيار الطول اللي هو المتر العياري، ومعيار الكتله اللي هو الكيلو جرام العياري اللي هو كتله اسطوانه من سبيكه البلاتين والإيريديوم اللي هو محفوظه برضو في ذات ابعاد محدده زي ما احنا قلنا، محفوظه في المكتب الدولي للموازين والمقاييس بالقرب من باريس. ايه معيار الزمن؟ الثانيه. معيار الزمن اللي هو ايه؟ الثانيه. طيب بالنسبه لمعيار الزمن اللي هي الثانيه، معيار الزمن الثانيه بقى عباره عن ايه؟ انت عندك اليوم 24 ساعه، تمام كده، والساعه فيها 60 دقيقه والدقيقه فيها 60 ثانيه. يبقى لو انا عايز الثانيه بقى عباره عن قد ايه من اليوم كله، ما هو معيار الزمن هو الايه؟ الثانيه. قال لك انا عندي اليوم متوسط اليوم الشمسي الواحد هيبقى عباره عن 24 ساعه في 60 دقيقه في 60 ثانيه، هيديني 86400 ثانيه اس. يعني ده معناها ان الثانيه الواحده عباره عن 1 على 86400 من متوسط اليوم الشمسي الواحد. يعني انا عندي احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا الزمن بالنسبه لي اللي هو اليوم 24 ساعه والساعه 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه، تمام كده؟ كل ده لما تضربه في بعض هيديك 86400 اللي هو الثانيه الواحده بالنسبه لمتوسط اليوم الشمسي الواحد. طيب عندي طبعا في هنا حاجه اسمها الثانيه، وفي اللي هي الساعه الايه؟ الساعه الذريه او ساعه السيزيوم اللي هي بتستخدم في توجيه اللي هو الملاحه، اللي هو توجيه السفن، تمام كده، في البحر، وتحسين الملاحه اللي هي الايه؟ البحريه والجويه. دي كلها فوائد للساعه السيزيوم او الساعه اللي هي الايه؟ الساعه اللي احنا بنتكلم عليها. تمام؟ طيب ده كده بالنسبه للمعيار اللي هي الحاجات المعياريه. عندي بقى ايه تكامل الفيزياء مع الرياضه ده؟ بص، مفيش علم قائم بذاته، مفيش علم قائم بذاته. فانا دلوقتي كفيزياء بعمل ايه؟ انا كفيزياء عندي حاجات فيزيائيه بربطها بايه بقى؟ بمعادلات رياضيه. زي مثلا انا عندي مثلا السرعه اللي انا اعرفه ان هي مسافه على زمن، بربطها في معادله بالشكل ده كده، مسافه اس على زمن تي، او ازاحه على زمن دي على تي، وبرده ممكن تكون اكس على تي اللي هو المسافه. تمام؟ عندي مثلا العجله بتاخد رمز ايه؟ العجله عباره عن ايه؟ عن سرعه على زمن، فتبقى ايه؟ في على تي. تمام؟ دي كده حاجه اسمها ايه؟ تكامل الفيزياء مع الرياضه، اللي هو انا عندي بالنسبه لي الفيزياء عباره عن حاجات اللي هي بالنسبه لي الكلام ده سرعه مسافه على زمن، عجله سرعه على زمن، بربطها بالرياضه اللي هو بربطها في صوره معادله ايه؟ رياضيه بالشكل ده كده. تمام؟ طيب هنتوقف عند القدر ده، وان شاء الله يعني حاجه بسيطه كده في التمهيد كده في الاول عشان الناس نايمه بقالها كتير، والمره الجايه ان شاء الله هندخل بقى على الشغل الحقيقي، الشغل المطلوب اللي هو صيغه الابعاد. هنبدا بقى نفتح بعد كده على اللي هو الايه؟ المنهج على مصراعي، لان المنهج بتاعنا الى حد ما طويل ومحتاج تركيز ومحتاج فتره زمنيه، فان شاء الله ربنا يقوينا عليه، وان شاء الله كلنا نوصل في الاخر للي احنا عايزينه ونتاسس صح، لانها ماده تاسيس. فركز معايا علشان انت طالع بعدها لسنه ثالثه فيبقى عندك الاساس صح ان شاء الله، وان شاء الله مع بعض نكون في افضل حال. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.